أنا اتجوزت جواز صالونات، يعني ما كانش فيه حب ولا معرفة ولا أي حاجة. وبالرغم من كده جوزي كان إنسان كويس جدا ومحترم جدا، وكان معوضي عن كل حاجة، وكان مكفي بيته من كل حاجة، وكان بيتمنى لي رضا أرضى. جوزي بقى كان شغال مقاول في المباني، وكان ما شاء الله عليه راجل كسيب بيكسب كتير قوي. كان مخليني مش محتاجة ولا حاجة، ولا محتاجة لأي إنسان في الدنيا. وكان من حبه بيعملني المستحيل علشان يساعدني، لدرجة انه لما كان بيبقى دايما في الشغل كان بيتصل عليا ويقولي ما تتعبيش نفسك وما تعمليش اكل، انا هجيبلك احلى اكل وانا جاي، علشان مش عايزك تتعبي خالص، وعايزك تفضلي مرتاحة على طول. بصراحة هو كان مريحني قوي. وغير كل ده كان بيساعدني كمان في شغل البيت. المهم كنت مبسوطة قوي وانا معاه، ومن حبي في جوزي والامكانيات اللي هو كان موفرها لي خلفت منه 4 عيال. معايا منه بنتين وولدين، والحمد لله حالنا كان ميسور قوي. وكان بيحب يديني فلوس في ايدي ويقول لي اعملي بيها اللي انت عايزاه، وهاتيلك لبس وهاتيلك كل اللي تحتاجيه. بس للاسف ما عملتش حساب للزمن، وما عملتش حساب لليوم والكارثه اللي انا هحكي لكم عليها دلوقتي. علشان للاسف ما كناش بنعين اي حاجه للزمن. كل اللي كان بيجيلنا كنا بنصرفه اول باول، وكنت بتمنى يوم الاجازه بتاعته، لانه كان بياخد اسبوع اجازه وبياخدني أنا وولادي ونقضي أحلى أيام في شرم الشيخ، وأحلى حياة وأحلى راحة شفتها مع جوزي. أنا وجوزي قعدنا 10 سنين متجوزين، وطبعا في خلال ال10 سنين دول أنا جبت ولادي كلهم ورا بعض. المهم في يوم من الأيام وأنا قاعدة كده في أمان الله في البيت، كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون، جالي اتصال على التليفون. لقيت واحد بيقول لي هو انت جوزك فلان الفلاني؟ قلت له اه ايوه، في ايه؟ قالوا لي للاسف جوزك وقع من على السقالة، وهو بيعمل الدور التالت، بيعمل بلكونة الدور التالت، وحالته خطيرة قوي، وهو دلوقتي في المستشفى ونقلنا له العناية المركزة. طبعا انا ما استوعبتش الكلام اللي انا سمعته خالص، ولا استوعبت اي حاجة. ازاي انا جوزي وقع من على السقالة؟ ما كنتش مستوعبة اي حاجة. وطبعا سبت سماعة التليفون وجريت زي المجنون على طول، حتى ما بقيتش عارفة انا بلبس ايه، لدرجة اني ما لبستش اي حاجة في رجلي خالص وانا نازلة، وبقيت حاطة الطرحة على كتفي كده اي حاجة وخلاص. وخرجت بالهدوم بتاعة البيت وبقيت بجري في الشارع زي المجنونة، وعايزة تاكسي بسرعة علشان أشوف جوزي واطمن عليه. وفعلا على ما وصلت للمستشفى الدكتور أول ما شافني قال انتي مراته يا مدام؟ قلت له أيوه. وقلت له جوزي في ايه؟ طمني بسرعة، ايه اللي جرالي؟ قال لي ده وقع من على الدور التالت من على السقالة، ولما وقع على المخ، يعني على دماغه، وفجأة جاله نزيف في المخ، وللأسف النزيف ده مش راضي يقف خالص، والحالة حرجة قوي. طبعا أنا سمعت الكلام ده وفضلت منهارة وعمالة أعيط ومش عارفة أعمل إيه، وفضلت أدعيله كتير قوي، بس للأسف ما عداش على 24 ساعة وكان جوزي توفى. جوزي توفى وأنا ساكنة في برج في عمارة. العمارة دي صحيح راقية جدا في القاهرة، وإيجارها في الشهر حوالي 5000 جنيه. بس المشكلة لما جوزي مات ما سابليش اي حاجة خالص، ما سابليش ولا جنيه، ما سابليش بس شوية دهب كان هو بيروح يشتريهم لي يعني في اي مناسبات، ويقولي خليه معاكي علشان تلبسيه وتنبسطي بيه. كنت اقوله تعالى نروح نتفسح احسن ونعمل كل اللي احنا عايزينه، لاني ما كنتش بحب الدهب قوي. بس حمدت ربنا ان هو كان سايب لي شوية الدهب دول. وطبعا انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، وما عملتش حساب للزمن خالص، مش معايا غير حتتين الدهب دول بس. المهم بعد ما مات رحت بعتهم، وبدأت ان انا اصرف بيهم على 4 عيال، وصرفت بقى شرب ومصاريف وكل حاجة، وبصراحة ما كانوش عاملين لي اي حاجة، وفضل الايجار متراكم عليا. وصاحب العمارة ما كانش عاتقني، كل شهر كان بيجي يخبط على الباب ويقولي فين الفلوس؟ ما تنسيش يا مدام ان انتي دلوقتي دخلتي على شهرين وما دفعتيش الايجار، والمبلغ بقى كتير قوي عليكي، والعداد عمال يعد كل شهر، والفلوس كده هتتراكم عليكي، وانتي مش هتقدري تديها كلها مرة واحدة. فالأحسن بقى انك تشوفي لك سكن تاني. بس طبعا قبل ما تشوفي لك سكن تاني وتطلعي من هنا لازم تسددي كل الفلوس اللي عليكي. طبعا انا كنت بقول له معلش ممكن بس تستنى عليا شويه وتسيبني شويه، اصل انا لسه جوزي مات وظروفي صعبه، وانا عندي 4 عيال وما عنديش اي دخل خالص دلوقتي علشان ادفعهولك، وانا والله من دلوقتي بدأت ابيع عفش. قال لي بصي انا ماليش فيه، مش ذنبي ان انتي قاعده في شقه محترمه يا هانم، وكل اللي مأجرين عندي هنا بيدفعوا الايجار وملتزمين، وانا مش هتحمل مسؤوليتك انتي وعيالك. ما انتيش يا ستي قد الايجار، امشي من هنا وروحي سكن في اي حي من الاحياء الشعبيه، ولا خدي لك اوضه وصاله انتي وعيالك، انا ماليش فيه ومش هقدر احل مشكلتك دي.
المهم يوم ورا يوم لحد ما عدى عليا شهرين وانا لسه لحد دلوقتي ما دفعتش الايجار، وبقى عليا فلوس كتير قوي، لحد ما بقيت اعيط واصوت وانا مش عارفه اعمل ايه، واقول يا رب اتصل على اهلي واقول لهم ان انا مش معايا فلوس. طب هل اهلي هيدوني؟ ده اهلي اصلا ظروفهم على قدهم وكل واحد شايل شيلته بالعافيه. فلقيت تاني يوم الباب بيخبط عليا جامد وبيزيد. كنت ساعتها انا في الحمام، لقيت ابني الكبير مفزوع كده وبيقول لي يا ماما يا ماما الحقي، صاحب العمارة بيخبط علينا. طبعا ابني ده عنده 9 سنين. بصيت كده من العين السرية ولقيته فعلا وهو عمال بيخبط جامد لحد ما الباب كان هيتكسر. وانا طبعا زي المجنونة من كتر ما هو كان بيخبط على الباب، طلعت باللبس بتاع البيت ولفيت اي حاجة كده على شعري وخلاص، وقمت رايحة على الباب وفاتحة. حتى ما فكرتش ان انا يعني ازاي اكون لابسة كده او قبله باللبس ده، المفروض ان انا البس اسدان صلاة لكن ولا اي حاجة مثلا تكون محترمة. بس ساعتها ما كانش في بالي. بس انا لما رحت فتحت الباب على طول عشان لو ما فتحتلوش كان هيكسر الباب، وصوته كان سمع العمارة كلها. وطبعا لما فتحت الباب قلت له خير؟ خير في ايه؟ قال لي خير، انا عايز فلوس يا هانم، عايز الفلوس بتاعتي. قلت له طيب واللي عايز يخبط على الباب بيخبط بالطريقة دي؟ قال لي بيتي وانا حر فيه، كفايه ان انا سايبك فيه لحد دلوقتي ومش راضي اطردك. المهم لقيته بصلي كده بصه من فوق لتحت، بصه كده غريزه حيوانيه، بصه غريزه حيوانيه. ولقيته عمال يضايق فيا قوي، استغل ظروف ويعاملني معامله بنات الليل. لما جالي بقى ولقيته بيخبط على الباب فتحت له، بس كنت ساعتها لابسه لبس محتشم، ولقيته بيقول لي خدي الحاجات دي من ايدي. طيب انت جايب الحاجات دي زياده ليه؟ قال لي انا جايب اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، لو ما تقدريش تدفعي انا تحت امرك. انا هاجي ازورك بكره ان شاء الله، واحتمال اجيلك بكره واطمن عليكي وعلى عيال. ساعتها بس حسيت ان هو بصلي لي كده بصت نظرة طمع. المهم قلت يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي يعني انا مش هضغط عليكي في اي حاجه، ربنا يكون معاكي وفي عونك، وفعلا انت مسؤولياتك صعبه قوي، ولو انت ما قدرتيش تدفعي حاجه انا هشيلها عنك كلها، بس انا بكره هجيلك علشان اطمن عليكي وعلى عيال. قلت له ماشي مفيش مشكله اللي انت شايفه يا حاج. عاوزه اقول لكم ان الراجل ده مش صغير، ده كبير في السن، يعني مثلا عنده كده حدود 55 سنه، وانا في الوقت ده كان عندي 38 سنه. المهم قمت داخله اوضه النوم بتاعتي وقلت اشيل الفوطه كده من على راسي واسرح شعري والبس لبس كده يليق بيا، وببص في المرايه كده وقلت ايه القرف اللي انا لابساه ده، هو انا ازاي كنت واقفه كده قدامه؟ قلت يبقى علشان كده بيبصلي نظرة وحشة، نظرة كلها طمع كده وكلها غريزة حيوانية، وعلشان كده كان بيقولي هجيلك بكرة، ليكون فاكر ان انا يعني حاجة من دول ولا حاجة كده ولا كده. طب اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ مفيش قدامي اي حل دلوقتي غير ان انا هستنى بكرة واشوفه هو عايز مني ايه. وفعلا تاني يوم لقيته جاي، وجاي كده على الساعة 11 بالليل في وقت متأخر طبعا جدا. هو اكيد استنى لما العمارة كلها تنام وتهدى كده وبعد كده جالي. فلقيته جالي وشايل لي وجاب حاجات كتير قوي معاه، لقيته جايب لي اكل كتير وجاب حاجات تانية. تقريبا الحاجات اللي جايبها لي دي كانت تسوى اكتر من 5000 جنيه. وكان جايب واحد من العمال اللي هم شغالين معاه علشان يشيل معاه الشنط دي كلها. طبعا لما جه قدام الباب قابلته بلبس محترم جدا، ولبس محترم غير اللي انا كنت لابساه قبل كده. وقلت له اتفضل يا حاج. بس طبعا ساعتها لقيته لابس لبس شيك قوي، ولقيته جاي كده وعينه مش مظبوطه، عينه بتدل ان هو جاي علشان حاجه تانية مش علشان يشوفنا انا والعيال يعني ويطمن علينا. المهم في الوقت ده قلت له اتفضل يا حاج انت نورتنا. طب انت تعبت نفسك ليه بالحاجات دي كلها؟ قال لي يا ستي ده الحاجات دي بسيطه قوي ليكي وللعيال، الله يكون في عونك. وقلت له ما كانش له لزوم كل ده، الحساب كده هيكتر علينا وانت كده بتزود علينا ديون. قال لي لا لا ديون ايه ولا ديون ولا حاجه، دي الحاجه كلها للعيال، هو انا مش من مقام ابوهم ولا ايه؟ قلت في نفسي مقام ابوهم ايه ده؟ انت في مقام جدهم. المهم بفتح كده الاكياس لقيته جايب حاجات كتيره قوي، وقال لي دي شويه هدوم كده للعيال، ولو مش عاجباكي حاجه تقدري تروحي تغيريها، وخدي الفلوس دول علشان لو ما عجبكيش حاجه من اللي انا جايبهم تروحي تشتري لهم هدوم تاني. قلت له لا لا ما تتعبش نفسك، عندهم كتير هدوم كتيره قوي وعندهم حاجات كتير، بس موضوع الفلوس ده لو انت بس تصبر عليا شويه على ما اشوف اي شغل وهشتغل، وان شاء الله هسدد لك كل حاجه. واصبر عليا بس حتى لو هسدد لك كل شهر حاجه بسيطه لحد ما اخلص اللي عليا واشوف لي سكن تاني، بعد كده يعني محدود على قدي علشان ما يبقاش مكلف عليا. قال لي شغل ايه بس اللي انت تشتغليه؟ انت ما شاء الله عليكي جوهره، ده انت عايزه اللي يستتك ويخليكي هانم ويهتم بيكي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت ما تشيليش اي هم خالص، انا 3 ايام كده وهاجي اطمن عليكي تاني. قلت في نفسي يا ترى كل شويه عايز يجي يطمن عليا كده ليه؟ يا ترى هو عايز مني ايه الراجل ده؟
ده شكله كده وراه حاجة مش مظبوطة. وفعلا بعد 3 أيام بالظبط لقيته جاي وجايب لي برضه نفس الحاجات اللي كان شايلها. قلت له طيب انت بتتعب نفسك ليه تاني يا حاج وجايب كل ده ليه؟ قال لي بصراحة انت والعيال بقيتوا مسؤولون مني، بس انا ليا عندك طلب. قلت له امر يا حاج. قال لي انا شايف كده ان انت ست جميلة قوي وبصراحة داخلة مزاجي وعجباني. قلت له يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني فهميها انت بقى ست جميلة ومحتاجة اللي يشيل عنك ويصرف على البيت وكده، بس ما تنسيش ان انا عندي زوجة تانية ومراتي لو عرفت ان انا على علاقة بواحدة تانية ممكن تجيب اجلي. قلت له يعني ايه؟ قال لي معقولة يعني انت مش فاهمة حاجة؟ قال لي حطي بس الفاكهة دي واغسليها وهاتي شوية منهم وتعالي نتسلى كده. ولقيته جايب حاجة كده شبه الخمرة بيقولي تعالي نقعد مع بعض ونبقى على راحتنا. المهم في الوقت ده الشيطان جه في دماغي وقلت طيب أنا لو دلوقتي طردته من البيت أنا عليا كمبيالات وعليا ديون أكتر من 200,000 جنيه. ولو العيال طب والعيال اللي عايزين ياكلوا ويشربوا وأنا ما عادش معايا فلوس خالص أعمل إيه؟ أعمل إيه يا ربي؟ المهم قلت يا بنت خشي المطبخ واعملي اللي هو عايزه. وفعلا طلعت وجبت الخمرة اللي هو جايبها وطلعت الحاجات اللي هي التسالي والمكسرات وغسلت شوية الفاكهة. ولقيته بيقول لي يلا البسي لنا كده حتة حاجة خفيفة من الحاجات الحلوة اللي عندك. قلت له لا انت عايز ايه بالظبط؟ راح باصص لي كده وقال لي هكون عايز ايه من الجمال ده؟ انتي بصراحة داخلة مزاجي وعجباني. قومي بقى كده رواقي وفرفشينا وحاولي تخلي عيالك يناموا ولا يروحوا في اي مكان. المهم بصيت كده على عيالي لقيتهم فعلا ناموا ورحت داخله الاوضه ولبست اللي هو طلبه بالظبط. وللاسف مشيت ورا الشيطان لحد ما حصل بينا حاجه وحشه وحصل بينا علاقه مش كويسه. وفي الوقت ده لقيته سايب لي مبلغ كبير قوي وحطه على السرير ولقيته بيقول لي كل 4 أو 5 أيام كده هجيلك وانت عرفتي بقى الدنيا ماشيه ازاي وبينيمي ولادك وانا هحاول اجيلك متاخر. انا طبعا لما حصل اللي حصل بيني وبينه في الوقت ده لقيتني قرفانه قوي من نفسي، بس هعمل ايه؟ الحجه وحشه قوي والظروف كتير عليا وانا لوحدي وشايله المسؤوليه ومعايا 4 عيال لازم اهتم بيهم، والحاجات دي كلها خلتني اضحي بنفسي علشان خاطر ولادي. وقعدت اكلم نفسي كده واقول طيب انا هعمل ايه المره الجايه؟ لقيتني قرفانه من نفسي قوي ومش عارفه اعمل ايه. المهم بعد 5 ايام لقيته جاي لي وكالعاده جايب فاكهه ولحوم وحاجات كتيره مشويه. وبرضه لقيته جاي لي ومتشيك على الاخر حاجه. وبرضه كان عايز ان احنا نعمل علاقه مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا مبدئي اصلا مش كده ولا اخلاقي كده ولا ديني يسمح لي بكده، بس الظروف الماديه هي اللي كسرتني وحركتني واجبرتني ان انا اعمل كده او ان انا اتنازل. بس مش معنى كده ان انا هكون لحم رخيص واخلي اي حد او اي حيوان يقرب مني ويستغل ظروف ويعاملني معامله بنات الليل. لما جالي بقى ولقيته بيخبط على الباب فتحت له، بس كنت ساعتها لابسه لبس محتشم ولقيته بيقول لي خدي الحاجات دي من ايدي. طيب انت جايب الحاجات بزياده ليه؟ انا جايب بزياده علشان العيال وجايب لك فلوس تكفيكي لحد ما اجيلك المره الجايه وهجيب لك ساعتها اكتر منها واوفر لك كل حاجه انت عايزاها. رديت عليه وقلت له وفر فلوسك يا حاج وفر حاجتك ووفر كل اللي انت بتجيبه، انا مش عايزه منك حاجه ومش محتاجه حاجه من حد. ده انا اروح استلف او ان اروح اجيب كارد او ابيع كرياتي، انا هديك كل الفلوس وربنا يستر عليك وعليا. لقيته بيقول لي يعني ايه الكلام ده؟ انت تعرفي عليكي ديون قد ايه لحد دلوقتي؟ قلت له عارفه عليا حاجات كتيره قوي بس ربنا يهديني من الحرام. المهم لقيته بيجر معايا نعم ويقول لي طب ليه كده؟ هو انت ايه فيك النهارده؟ هو ليه الشيطان راكبك؟ قلت له لا ده مش شيطان، ده الملاك الحارس اللي نازل عليا من عند ربنا. والمره اللي فاتت يعني والوضع اللي حصل بينا اوعى تفتكر ان انا ست وحشه ولا اخلاقي وحشه، بس اللي حصل المره اللي فاتت خلاني قرفانه من نفسي قوي وفضلت راجع نفسي وقرفانه على طول من البيت وقرفانه من حياتي كلها وقرفانه منك انت شخصيا. فلو سمحت يا حاج خد حاجتك كلها واطلع بره. لقيته بيقول لي يعني ايه؟ يعني انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ قلت له انا مش عايزه حاجه خالص، انا لو عجباك اتجوزني حتى لو عرفي حتى لو ب2 شهود، يا اما بقى انا مش عايزه اشوفك تاني هنا وخد بعضك وامشي. ولو عايز يا سيدي تشتكيني في الشرطه اشتكيني، عايز تحبسني احبسني برضو، انا عندي احد حبس واتمرمط ولا اني اسلم نفسي ابدا للشيطان. وطبعا انا حطيت قدامه شرط، يا اما يمشي معايا من حلال يعني نتجوز يا اما ما يدخلش بيتي تاني ان شاء الله حتى لو هتسجن. ما هو انا مش هفضل اعمل الغلط ده، انا برضو بخاف من ربنا ومش وشي كده خالص. المهم انا قلت في نفسي لو الراجل العجوز ده قرر فعلا ان هو يتجوزني وهيجي منه سكة، علشان طبعا انا عارفة ان هو هيتجوزني علشان نزوة يعني يومين كده وهيرميني، وفي نفس الوقت لو مراته عرفت هتخليه يطلقني.
وهتخليه يطلقني غصب عنه. ففكرت كده في حيلة ذكية جدا، ان لازم أأمن على نفسي وأأمن على ولادي. ما هو برضه الراجل ده استغلالي وقذر وعايز اللي يبسطه وخلاص، وانا كان لازم اعمل كده واطلع منه بمصلحة او فايدة، علشان لو في يوم من الايام رماني ما بقاش مجرد نزوة لاي حد. المهم تاني يوم لقيته جايلي، قلت له هو ايه اللي جابك تاني؟ طبعا انا بقوله كده علشان عارفة ان هو مش هيقدر يستغنى عني، علشان كنت واثقة من نفسي واثقة من جمالي، وعارفة طبعا ان انا داخله مزاجه، وقلت بقى اجي على النقطه دي واضغط عليه جامد لحد ما يستسلم ويديني اللي انا عايزاه، وبرضه بالحلال. المهم لما جالي تاني يوم لقاني بصدته وبقوله انت ايه اللي جابك هنا، وايه اللي جابك عندي، وعايز ايه؟ فلقيته بيقول لي انت لسه الشيطان راكبك. قلت له اه، ولو عايزني يبقى بالحلال زي ما قلت لك، وتتجوزني وب2 شهود كمان، وتديني مهر وتأمن لي مستقبلي. ما انا برضه مش واثقه فيك ومش ضامنه ان مراتك تطلقني منك، يبقى ساعتها بقى انا استفدت ايه؟ يبقى انا كده ساعتها هأمن نفسي. قال لي يعني انت عايزه ايه؟ قلت له يعني لو عايزني يا حبيبي تجيب لي شبكه حلوه وتحط لي مبلغ مالي في البنك وتتجوزني حتى لو عرفي وب2 شهود، ان شاء الله يكونوا من برا البلد وبأرقام بطايقهم، وساعتها بقى هدلعك احسن دلع وعيشك ملك. قال لي يعني كده؟ قلت له اه. قال لي بس انت عارفه لو اتجوزتك مراتي هتعمل فيا ايه؟ انت عارفه هي بنت مين؟ ده هي قادره وبنت اكبر تاجر في البلد. قلت له بص انا ماليش فيه، عايزني كنبه مش عايزني خلاص. هو انا بقول لك اتجوزني رسمي ومأذون وفرح؟ انا بقول لك اتجوزني عرفي. لقيته كده زعل ولو بوزه، ولقيته ساب الحاجات ومشي. وطبعا انا قلت في نفسي في 60 داهية. المهم قعدت 10 ايام كده ولقيته جاي، وما جاليش ورا زيارة ولا جايب لي حتى مصاريف ولا اي حاجة، وكأنه يعني بيكسر عيني. بس برضه لقاني ممشية اموري وعايشة برضه كويسة. فلقيته بعدها جاي وبيقول لي انت لسه برضه راكبة دماغك؟ قلت له اه، وانا مش هتنازل ابدا على الكلام اللي انا قلته لك. انا هسيب السكن بكره وهشوف لي سكن تاني عند ناس طيبين قوي يساعدوني. قال لي يعني كده؟ قلت له اه. المهم لقيته جالي تاني يوم على طول، ولقيته بيقول لي انا مشتهيلك قوي وعايزك تبقي جنبي، وانا بصراحه هموت عليكي، ومن اخر مره كنا مع بعض وانا هتجنن عليكي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني خلاص انا موافق على اللي انت قلتيه، هنكتب ورقه عرفي. قلت له لا يا حبيبي، قبل ما تكتب الورقه العرفي تديني 500,000 جنيه احطهم في حسابي. عاجبك كان بها، مش عاجبك خلاص، وهتجيب لي كمان 50 جرام دهب، ده اقل حاجه يعني. قلت له يعني كده انت هتديني مهر وهتديني شبكه كتير عليا؟ ما انت هتشوفه لو عمرك ما شفته مع مراتك او انا مع اي واحده تانية. قال لي طيب سيبيني افكر ورد عليكي. المهم قعدت 10 ايام كده ولقيته جايلي ومالي كده ايده حاجات، ولقيته مستوي على الاخر، وفعلا لقيته جالي واداني الفلوس. رحت وفتحت بيهم حساب في البنك وجابلي 50 جرام دهب. المهم عمل كل ده ومراته ما تعرفش ان انا متجوزاه عرفي. وطبعا كنت انا بحاول اداري على الحكايه دي على قد ما اقدر، وكنت بسحب منه على قد ما اقدر فلوس. ما هو برضه انسان ندل ورخيص وممكن يباني في اي لحظه. ما هي دي جوازة نزوة، بيع وشراء يعني مش اكتر، بس لما تبقى من الحلال تبقى احسن برضه. حتى لو دخل عليا حد او شافني هروح مطلعه الورق على طول، وهعرف ان انا مش ماشيه معاه في الحرام. المهم قعدت معاه سنة، والسنة اللي أنا قعدتها معاه ما قربتش من 500,000 جنيه اللي أنا حطاهم في البنك. بالعكس كنت بسحب منه على قد ما أقدر وأزود البنك أخد منه، وأمنت نفسي وأمنت عيالي، وعرفت إزاي أخد منه كل حاجة على قد ما أقدر. وفي يوم حصلت الكارثة الكبيرة، حصلت حاجة عمري ما كنت أتوقعها خالص. مراته بدأت تشك فيه علشان بيرجع البيت وشه الصبح، وطبعا بيبقى راجع حلو مهدود. وطبعا كان مقسم معايا لحد ما هي واخواتها فضلوا يراقبوه لحد ما عرفوا ان هو بيجي عندي العمار، وقاموا جايين الفجر ومخبطين على الباب لحد ما كانوا هيكسروا باب الشقة. ولقيتهم بيخبطوا جامد قوي، ولقيت مراته بتصوت وفضلت تقول افتحوا الباب افتح الباب يا خاين. وطبعا انا جريت وبفتح الباب بسرعة، كنت لابسة لبس يعني ما ينفعش ان انا افتح بيه الباب. فلقيتها بتقول فين الراجل الواطي اللي هنا. وطبعا راحوا داخلين على اوضه النوم لقوه نايم، صحوه من النوم وصحوه قعدوا يضربوه وشتموه وقالوا له طلقها دلوقتي. وفعلا لقيته بيطلقني بالتلاتة، وبعدها اخدوه وفضلوا يضربوا فيه وجرجروه على السلم. وفعلا لقيته نضل وطلقني بالتلاتة. ولقيت مراته كده بتزعق بصوت عالي وتقولي اه انتي اللي ماشيه معاه في الحرام. قلت لها لا يا حبايبي، احنا متجوزين وانا معايا الورقه اللي تثبت كده انا متجوزاه عرفي، علشان عايزه معاش جوزي بعد كده. حبيت طبعا ان انا اضايقها بالكلام. هو جوزي ما كانش اصلا شغال في الحكومه ولا حاجه، بس انا طبعا اضطريت ان انا اقول كده علشان انا كنت متجوزه عرفي، وعلشان اضايقها شويه وعلشان ما يفتكروش ان انا رخيصه.
فمراته راحت مصوتة وقالت له قطع الورقة بتاعتها دي فعلا، وراح مقطع الورقة ورمى عليا يمين الطلاق، وكده خلاص يعتبر العقد اتفسخ. قلت في نفسي في 60 داهية، بس طبعا لما اتطلقت منه ربنا نجاني، ولقيت نفسي مأمنة نفسي وأخدت الفلوس اللي معايا على الدهب اللي معايا واشتريت شقة في منطقة كده محدودة، منطقة شعبية، كانت تقريبا الشقة دي 300,000 جنيه، وباقي الفلوس أخدتها وحطيتهم في البنك علشان يطلع لي منها فايدة أعيش منها وأصرف منها على نفسي وعلى ولادي. والحمد لله كنت عايشة أحسن عيشة أنا وولادي، ومش محتاجة لا شكر ولا فلوس من أي حد، وكمان فتحت باب خير لولادي، والحمد لله أنا اتجوزته بالحلال بدل ما كنت أعمل معاه بالحرام، وكان يبقى مجرد تمنها أكل وشرب وشوية فاكهة في الآخر. فالحمد لله إن أنا أمنت نفسي بالحلال. وأنا دلوقتي عندي 51 سنة، وولادي ما شاء الله عليهم كبروا، اللي في الثانوية واللي في الإعدادية، والحمد لله عرفت أربي ولادي على أكمل وجه، وقفلت الباب عليا من ناحية الرجالة. وبصراحة الفلوس اللي أنا كنت سايباها في البنك أمنت مستقبلي، وظبطت لي أموري كلها. وأنا دلوقتي شغالة في إتيليه وباخد راتب شهري، وكنت بأجر فساتين فيه، والحمد لله ربنا فتحها عليا. وكمان لما كان بيجي لي عريس او اي حد يقول انا معجب بيكي او عايز اتجوزك حتى لو رسمي، اقول لهم ربنا يبارك لي في ولادي، انا مش محتاجه اي حاجه من حد، ومش محتاجه ان انا ادخل راجل غريب عليهم يبهدلهم او يعمل فيهم حاجه. الحمد لله انا دلوقتي عايشه مستوره ومرتاحه. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان فعلا ان ربنا اللي بيكون مع ربنا، ربنا بيكون معاه في كل حاجه.